لا تبكي لا تبكي يوما في حبيبي. حياتك روح حرر الجزر تاعك اللي راهي، لا روح حرر تبكي لا بلادك. تبكي لا تبكي ايران لا باركة تبكي عليك، روح حرر لا بلادك. تبكي لا تبكي لا تبكي حبيبي. لا انا لا ابكي، انا تبكي انت. انا بلادي تبكي. محرره، انا بلادي محرره من صح، شمالها صح، الى صح، جنوبها ومن صح. شرقها الى صح. الى غربها. نعم. عليك نعم. عليك. شوف الاماراتي، انت لا تستطيع طلق رصاصه واحده لانك شوف من انك هذا راسك سعودي يا أخي، لانك سعودي انت ما عنده انت جزر ولدت في مسلح. الجبل وستبقى أخي هذا سعودي جبان مو إماراتي. ولن تستطيع اطلاق. انت عبد الملك لا تخبط، ليس لا لك تخبط. في ما هوش هذا سعودي وليس إماراتي، الله يحفظك. لا هو لا شفت الرايه الاماراتيه، انا لا اتكلم سعودي ولا أي راية السعودي. إماراتية؟ شوف بجانب سعودي بس. هو ده. شوف سعودي نعم، اترك السعودي، خدعني. السعودي لم يطلق رصاصة يوما في حياته، لم يطلق يوما في حياته. السعودي او الاماراتي لم يطلق خلص يوماً. اعطيني اعطني حق الرد. بتر انا سأعطيك يا عبد. نعم لم يطلق. نعت لي اي ثورة قام بها السعوديين. نعت لي اي ثورة. حبيبي لماذا يطلق يا أخي؟ إذا ما في داعي للإطلاق لماذا يطلق؟ فين يطلق؟ يعني ليش تعيروا الناس احنا؟ هو مستعمر، هو ما زال تحت الحماية الأمريكية، هو ما زال تحت الحماية الأمريكية وما زال لحد الآن تحت من كان يقود الحرب ضد اليمن؟ من أليس الأمريكيين هم الذين كانوا يقودون الحرب؟ أليس الأمريكيين الذين كانوا يشغلون منصات الصواريخ؟ نعم. من الذين دفعوا فيها 500 مليار دولار؟ لو سمحت 500 مليار دولار لو سمحت لتدمير اليمن. من هذو السعوديين يتكلمون عن الحرب، يتكلمون عن الثوار؟ انتم لا تملكون اساس. اصبر انا النقاط الذي اريدك ان تعلق عليها. خلاص يا اخي انتم ثائرين. انا بالنسبه لي ما عندي مشكله في ثورتكم، انا اقر بها لا يا اخي سعد الشرعي هم نكروا الثوره الجزائريه اصلا. ينكروا سعد الشرعي هم نكروا الثوره الجزائريه اصلا. لماذا يتكلمون عن الثوره الجزائريه؟ علشان تكون انت مداخلتك مركزه. شوف انت ما بتسجلش المشكله. انت الان تحدث ولد العاصمه وتحدث بتار، وانا تعهدت لك اني اعطيك وقت مضاعف. ذهبت بعيدا، احنا حررنا واحنا ابطال واحنا دمرنا فرنسا. لا، رد على ما يريدونه من بين قوسين مغالطات. ولد العاصمه يقول انه المغرب. شوف انا لا لحظة شوف يا اخي، انا لا ارد على تفاهات، انا لا ارد على تفاهات. يا اله الا الله يا اخي، نشتك ترد على هذا الكلام. لا تعبني، الله يرحم لك الوالدين. انت تقول انك حررت الدنيا، ولد العاصمه يقول لك بالعكس، فرنسا استخدمتكم انتم لاحتلال المغرب واحتلال تونس. يعني من كثر الحركه عندكم، من كثر الجزائريين في الجيش الفرنسي. رد على هذا الكلام، ما تقول احنا حررنا، احنا دمرنا، احنا فعلنا. شوف سأرد عليك. مو علي انا، عليه هو. هم الذين طلبوا الحماية، كانوا محميات، لم يكونوا مستعمرين يا أخي. الشرعي كانوا محميات وأنت تعرف ذلك. هم كانوا محميين، هم اللي طالبين الحماية الفرنسية، هم الذين طلبوها وليس فرنسا التي ذهبت إليهم. هم الذين جلبوا الفرنسيين إلى أراضيهم يا أخي. من التاريخ يتحدث. قال أن الفرنسيين الذين احتلوا العسكر في الجيش الفرنسي الذين احتلوا المغرب والتونس كانوا جزائريين. افهم الفرنسا يعطيني شوف والله ياخذ الشرعي، والله هذا هراء. والله ياخذ الشرعي تتكلم عن شيء والله ليس يعني كانوا فرنسيين كانوا معهم. والله انت في نقاش يا اخي، ما تقول لي هذا هراء. اثبت، يعني يقنع الناس بكلام منطقي عقلاني. اثبت لي انت. هو يثبت لي هو انهم كانوا جزائريين. يثبت لي انهم كانوا جزائريين وهم الذين طلبوهم وهم الذين اتوا بهم يا اخي ساتشا. ليش هل انت تنكر ان قوام الجيش الفرنسي في يومها كان جزائريين؟ لا شيء الشرعي. دقيقة شوف يا اخي شوف يا بتار، اصبر يا بتار. شوف من طلب الحماية، نعم من طلب الحماية هو سلاطينهم. من طلب الحماية هي القيادة التونسية حين ذاك هي طلبت الحماية الفرنسية. يعني كانوا محميات. ما نتكلمش عن الحماية الآن. هل تنكر أنت أن فرنسا كانت تقاتل المسلمين بالجزائريين الحركة ولا أنت تقر بهذا الأمر ولا لا؟ هو هذا بيت القصيد. لا
لا هذا خطأ، وهذا تدليس للتاريخ فقط. ليش ما هذا فيش كان تدليس جزائريين للتاريخ. في الجيش الفرنسي؟ ما فيش كان جزائريين، ما فيش كان جزائريين. لا هم شاف الجيش يعني من الجيش الفرنسي كانوا يعني شاركوا في الحرب العالمية الثانية بالطبع. هناك يعني حتى مصطفى بن برعيد المخطط الثورة الجزائري شارك في هذه الحرب العالمية الثانية، وعندما عودته يعني كان من أحد كبار القياديين الذين خطط للثورة الجزائرية بالفعل، لكن في فرنسا ليس في المغرب. صافي اوكي، شكرا لك. هذا كذب. هذا الاخ محمد ثم العراف ثم نعود الى بتار وولد العاصمه والروكان. تفضل يا اخي محمد. السلام عليكم أخي أسعد. السلام مرحبا وعليكم السلام. مرحبا. حبيت الرد على الأخ الجزائري في حاجة برو، خاطر هو قال أنه الجزائر حررت تونس، سبق وقالها. اي قال حررت الكرة الأرضية على كلامهم. الجزائر حررت الكون. لا استغفر الله. باش نسألوا في حاجة. ارفع صوتك شوية يا أخي، ارفع صوتك. أي كيكا واضح الصوت ولا؟ أيوة تفضل. أنت تعرف يا أخي أسعد أنه فرنسا كيف علمت أن السلاح التونسي كان عند الجزائريين؟ كانوا يقاتلون بسلاح تونسي. الجزائريين هم اللي أخبروا فرنسا أن السلاح يأتي من تونس. الثورة الجزائرية أي كانت تأتي السلاح من عندكم يعني. أي السلاح بتاع تونس تم تهريبه للجزائر. وكيف عرفوا؟ بالجزائريين اللي هم في الجيش الفرنسي، كانوا بين قوسين جواسيس يا أخ أسعد. يا لطيف. اي نعم، والشيء هذا ثابت. وزيد انا باش نحكي لك حكايه سبق وحكايه. طيب من حرر من يا اخي؟ انتم حررتوا الجزائر ولا هم حرروكم؟ من ساعد في تحرير من؟ استنى انا احكي لك حكايه حكاها لوزير الخارجيه التونسي السابق. استرسل. ايوه انت انطلق في الكلام، انت بطيء، انطلق. الدكتور احمد ونيس وزير الخارجيه التونسي الاسبق، ايه، عندما طلبت تونس من فرنسا ارجاع الاراضي الشرقيه اللي هي الجزائريه تو كانت في السابق تابعه لتونس. وزير رئيس الثوره الجزائريه فرحات عباس في ذاك الوقت كان في تونس. شنو قال فرحات عباس؟ قال انه بعد استقلال الجزائر سيتم ارجاع الاراضي، ولكن لم يتم ارجاع الاراضي. يعني الجزائر غدرت بتونس يا اخي اسعد. وفي نفس الشيء وفي نفس الفترة هذيك ساقية سيدي يوسف تعرضت للقصف من فرنسا بسبب اللاجئين الجزائريين اللي كانوا فيها، والأخ الجزائري يعرف الشيء هذا. اي نعم. شكرا. وزيد عندي فيديو في الصفحة وماذا بين الناس الكل تشوفه. الرئيس شارل ديغول عندي فيديو في الصفحة متاعي للرئيس شارل ديغول وهو يتكلم على الأراضي الصحراء التونسية اللي سرقتها فرنسا واعطتها الجزائر. شنو قال شارل ديغول في الفيديو أخي أسعد؟ قال أنه تلك الصحراء هي أرض فرنسية، وفرنسا هي الذي اكتشفتها واكتشفت الثورة اللي فيها. والفيديو موجود عندي هاو في الصفحة. أي صحراء يقصد الجزائر ولا صحراءكم؟ الصحراء الكبرى هي مدينة ورقلة الجزائرية، كانت في الأصل تونسية. الفيديو موجود أو في الصفحة. موجود فيديو عندي. يا عبد الملك لا اضحك في سرك، لا تفتح الميكروفون. اضحك في سرك. اضحك لك. لا مش ما دخل الميكروفون، ما دخل الميكروفون في الضحكة. اضحك يا أخي لما تستلقي على ظهرك عادي، بس لا تفتح الميكروفون. ايه لا هو موجود الفيديو عندي، إذا كان يحب يشوفه هو موجود في الصفحة متاعي. اوكي. موجود على لسان الرئيس الفرنسي شارل ديغول. وبعد ما تونس حاولت تسترجع الأراضي مع شارل ديغول وهو رفض، قررت أنها تحاول مع الحكومة الجزائرية اللي كانت في تونس وقت برئاسة فرحات عباس. في نفس الشيء رفض حتى هو.
قال بعد الاستقلال سوف يتم إرجاع الأراضي، ولكن تم الغدر بتونس في ذاك الوقت. أنتم غدروا بكم والمغرب غدروا غدروا بها بنا. ومكانكم تشتكوا من الغدر. يا أخي أنتم كنتم مغيبين ولا أنتم والمغاربة حتى يخدعوكم هذول الجزائريين نحن غدرنا بالماضي والنيجر وغدرنا بهم كلهم. لا تفتح نحن غدرنا بالماضي لا تفتح والنيجر الميكروفون. وتونس لا تفتح الميكروفون. إذا ناوي تهرب اهرب بدون ما تفتح يا أخي. يا أخي إذا أنت ناوي أنزلك للأسف. اهرب بدون ما تفتح الميكروفون. إذا فتحت مرة أنا ثانية ما خسرت حد بتنزل. شيء. لا يا أخي أسعد، تو أنا عندي الفيديو في الباج متاعي وهو، إذا كان يحب يشوفه يدخل يشوف وتو يسمع يا أخي الرئيس أنت المشكلة الفرنسي شنو تعرف يحكي. إيش المشكلة؟ أنت كلامك صوتك منخفض وكلامك بطيء. ما بطيء. لا عندي عندك مشكلة صحية ولا شيء؟ تعبان؟ لا عندي مشكلة يمكن في النت لا ضعيف لا شوي. لا 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 ماشي في النت والو. صوتك أنت بطيء وبتتكلم ببطء، يعني مثل البطارية، كأن البطارية على وشك تخلص ولا كيف ما أدري. خلني أسمع العراف ثم نعود إليك أخي محمد. العراف تفضل. لا مو اخي اسعد، السلام عليكم اخي اسعد. والله زمان يا اخي سعد، بقالي عندي عام ما طلعتش معك، مرحبا بك. عام تقريبا. ما عرفتش واش تذكرني انا من طلعت معك واحد النهار وقلت لك ماذا استفادت القضيه الفلسطينيه من الدول غير مطبعه، تذكرني؟ تقريبا يا أخي كما ذكرنا. صلي على النبي. اوكي ماشي مشكل. اخي اسعد والله شوف، خاصك تعرف واحد القضيه، بان الجيش الفرنسي وقت دخل الجزائر، يعني تونس كانت بلد يعني يحكمها ملك، والمغرب كان بلد يحكمه ملك، بينما الجزائر والله انا يعني سبحان الله الجزائري المفروض من الجزائري لما يطلع في اللايفات انه يطلب السماح من التوانسه والمغاربه، يطلب منهم السماح ويقول لهم سمحوا لنا، لاننا كنا سببا في جلب المستعمر الفرنسي اليكم، وكنا سببا كذلك في جلب المستعمر التركي. هل تعلم يا اخي اسعد بان الاتراك اتوا للجزائر واتوا الى شمال افريقيا عن طريق الجزائر؟ هل تعلم يا اخي اسعد بان الفرنسيين اتوا لشمال افريقيا عن طريق الجزائر؟ هل تعلم يا اخي اسعد بان الاراضي التي اقتطفت من المغاربه ومن التونسيين كانت على ايادي جزائريين دربوا من طرف الفرنسيين؟ ويعني ما فهمتش انا هاد الناس هادو، والله ما فهمتش. يعني بالله عليك يا اخي اسعد، احنا كنعرفوا بان فرنسا دخلت في 1830 دخلت للجزائر، يعني بقيت فتره 80 سنه. في نظرك انت 80 سنه ودوله مستعمره، يعني شيء طبيعي ان يعني الشعب يعني يدخل في هذه المنظومه الفرنسيه ويصبح يعني فرد فرنسي، يعني يصبح فرنسي. نحن يا اخي اسعد والله لم نكن نحارب فرنسيين، كنا نحارب الجزائريين. هذا هو المشكل، كنا نحارب. هذا هو سبب الان يطلع جزائري ويقول لك لماذا فرنسا فرضت عليكم الحمايه؟ اكيد يا اخي، عندما ياتي الجزائري ويقتل فيه اكيد سوف اطلب الحمايه من فرنسا. يا اخي اسعد، عندما مثلا شخص يمر بكلب ثم ذلك الكلب يتهجم عليك، انت من تقاضي الكلب ام صاحب الكلب؟ صاحب الكلب. اذا من نقاضي نحن؟ علينا ان نقاضي فرنسا، لان فرنسا من جيشتهم يعني ضد توانسه وضد المغاربه. والله انا ما فهمتش هاد الناس هادو. من المفروض يا اخوه الجزائريين لما طلعوا اللايفات طلبوا منا السماحه وقولوا لنا سمحوا لنا احنا مكان. لا انت مطالب ان تشكرهم، هم الذين حرروك. من حرروني؟ من فرنسا يعني. اتوا بالفرنسيين كحمايه. اخي العراف صرنا نطلب الحمايه من المسيحي. لا يعني لم نطلب الحمايه من فرنسا من اجل الجزائريين. الحمايه فرضت علينا، هذا خطا اخي العراف. فرضت علينا لماذا؟ لانهم كانوا يحاربون اخوتنا، كانوا يحاربون. لم يكن لهم وجود. كانت فرنسا وفي مقدمه جيشها السكان يعني من اصول جزائريه. أما الجزائر كدولة أو كنظام لم تحاربنا لأنها لم تكن على أرض الوجود، والحماية لم نطلبها بل فرضت علينا فرضا.
من خلال مؤتمر معروف قسمت فيه المغرب بين فرنسا وإسبانيا، لأن فرنسا لوحدها لم تستطع استعمار المغرب ولا إسبانيا لوحدها. إذا نحن لم نطلب الحماية من فرنسا أبدا. أخي أسعد. انت اورد انت الان صورت على انه كانت فرنسا الجزائر تشغلكم في المغرب فذهبتم الى ولي نعمتها امام فرنسا. لا، يقول لك ما قد كانش لهم وجود اصلا من حيث الاساس في هذيك الحقبه. لا انا معك، انا معك. هما لم يكونوا موجودين، ولكن كانوا يستخدمون ضد الشعب المغربي وضد الشعب التونسي. يعني هاد الجزائريين كانوا يعني في يد الفرنسيين. يعني كانوا ياخذون يعني اجورهم من الدوله الفرنسيه. ما نساوش بان الجزائر وقتها ما كانت الجزائر، كانت فرنسا. كان لما على فكره في أساس. لحظه يا اخي العراف. نعم أنتم أخرجتموه الآن عن محتوى. أنا محتوايا هل قتل ثوار جزائريون على أيدي حركة جزائريين تابعين لفرنسا؟ وهذا موضوعي. اكيد حتى لا تذهبوا بعيدا. اكيد انا قلت لك يعني اكثر من ذلك. يعني هما قتلوا حتى في الشعب المغربي، يعني قتلوا حتى منا. يعني شيء طبيعي انهم كانوا هناك خونه، وشيء طبيعي. اخي اسعد، انا كنت طرحت سؤال. انا نطرح واحد السؤال وغادي نسكر المايك. هات سؤالك. شكرا لك اخي اسعد. انا بغيت نسول يعني الاخوه الجزائريين. احنا كنعرفوا بان الجزائر وقت دخلت فرنسا يعني لم تكن يعني الجزائر اللي كنعرفوها، يعني لم تكن خريطه الجزائر كما نراها اليوم. يعني ما الذي اجبر فرنسا، وهو الذي يعني هو مستعمر، ما الذي اجبر فرنسا ان تعطي الجزائر حريتها وان تعطيها اراضي موروثه لم تكن يوما لها؟ فرضوها، قال لك فرضوها بالقوه وحرروها واصبحت قاره. شكرا لك. هم يقولون بان اراضي، هم يردوا عليك، اراضي موروثه يا اخي. هم يردوا عليك. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. لحظه اخي امير، لا تفتح الميكروفون يا امير. والروكان دقيقه. هو الروكان عنده رساله، خلوا الروكان يمررها. وعنده شيء ما ادري هو معانا في النقاش ولا تحياتي يا اخي اسد. في الحقيقه والله بغيت ندوز واحد الرساله في عجاله اخي اسعد، واترك المكان للاخوان حتى يناقشوا. انا ادعو جميع المسلمين تاع تيك توك وجميع النصارى واليهود والمجوس والذين حتى الذين يؤمنون ويعبدون الشجره والحجر على انهم يحملوا هذا اللوغو ستوب جينوسايد. ادعو الاخوه الجزائريين على ان كل ما يفرقون ان يجمعنا هذا اللوغو. هذا ما رايناه في رفح اول البارحه واليوم. على الاقل ان نبين من خلال هذه مواقع التواصل الاجتماعي على ان الاغلبيه الساحقه من الامه العربيه والاسلاميه واليوم في الغرب في العرب. لا حول. لحظه يا اخي، نزلهم يا بتار، نزلهم يا مشرف، نزلهم يا مشرف. انا لا اسمعه، انتم تسمعونه انتم. يلا خلوه يهدر له شويه. خلوه يهدر شويه. خذوها استراحة محاربة. حتى ما راح اعمل جولة. خلوه يتعب شوية في الكلام. خلوه يسب الآن لوحده. انتوا تسمعوه، لا تسمعوه وانا لا اسمعه. خلوا شوية. ايش اغني لكم؟ اطلبوا اغنية. يلا. خلوا يبوح. خلوا شوية يتعب. هو قد تعب، قد طلع على السطح وانتظر طويلا. حلو. انا عارف انتوا لا تسمعوه ولا انا اسمعه ولن يطلع في اللايف. قولوا لي اي اغنية تشتو. يا شمس العشية امهي لا تغيب بالله رفقا، هيا اجتمع بيا حتى زدتني في القلب شوقا، تمهل عليا إني للمالح قد زدت عشقا، في الوادي المذهب ووجه المالح مثل الثريا،
والساقي مؤدب يسقي بالأوى. ما اريد جوله، ما اريد. انا اريده يبقى. خلوه يبقى شويه. خليه يبقى ونعمله فاصل. ما اريد جوله، بعدين الجولات بعدين. اي اغنيه تريدوا؟ اي اغنيه تريدوا؟ ايوه انتم ما تسمعوا ولا نسمعه وبيكلم نفسه ولن يطلع حتى في اليوتيوب. لعيون عيني والساقية الحمراء لي، والوادي وادي يا سيدي، والوادي وادي. لعيون عيني والساقية الحمراء لي، والوادي وادي يا سيدي، والوادي وادي. نمشي وفي كفوف السلامة، الله والنبي والقرآن معانا. أقول لكم أغنية ثانية. هكا عجبني راسي، هكا عجبني أنا، هكا بعقلي وعارف قياسي، هكا حبوني ناسي وسعدت اللي قلبه صافي، ونفوج على قلبي وندير لي أنا نبغي، وماتوا يلي دواو فيا. ماتوا يلي دواو فيا. وايش هذيك؟ قولوا له ذوك العديان، انا راني لا باس. قولوا له ذوك العديان، ترى الدنيا غدارة، وماتوا يلي دواهم فيا. بس لا خلاص يكفي. يلا اطلعوا جولة. يلا انزل يا سفيه. ايها السفيه انزل. الله انا ليت ابوك وامك رقدوا هذيك الليله وما خلفوك. تمنيت انه ابوك وامك رقدوا وما خلفوك. يا ريت القطه اكلتك انت وخلت الفرخه. والله الذري الذي حرام في حرام. ليت ابوك رقد وما نعس مع امك هذيك اليوم. يا ريت ان ابوك رقد وما نعس مع امك. وامك مسكينه حملت بك 9 شهور والله ما تستاهل علما اللي يطلع في السطح. لكن قسما بالله يا جماعه انه ابوه غلط له ما خلفه. لما ابوه نعس مع امه ما كان ينبغي يعملها، كان المفترض ينام يرقد براحته. طيب نستعيد النقاش. مرحبا. تفضل يا امير. اولا السلام عليكم. صوتك ضعيف. الحاكم في الجزائر. صوتك ضعيف يا أخي. السلام عليكم اسعد، تسمعني؟ احسن الان تفضل. تسمعني؟ اي اولا الحزب الحاكم في الجزائر هو حزب جبهة التحرير الوطني الذي حررت الجزائر من 1962 الى 2024 باش تعرف. هو هذا الحزب والحزب الواحد، وكل الرؤساء الذين فاتوا على الحزب هم مناضلين جبهة التحرير الوطني الذين حرروا الجزائر. وأنت تقول أنهم يوجد جزائريين قتلوا جزائريين وقتلوا الثوار وقتلوا المجاهدين. كيف المجاهدين ما يحكمون الجزائر؟ أولا بومدين مجاهد وجاهد في الثورة، ثانيا الشادلي مجاهد وجاهد في الثورة، وبوضياف من قائد الثورة، وبوتفليقه مجاهد هو من المجاهدين الثوار، وتجي تقول لي هذول يحكموا حركه ولا ما سمعتكش تقول. بوتفليقه قاتل مع هذا. بوتفليقه مجاهد ومؤسس ومجاهد. بوتفليقه مجاهد وكان وزير خارجيه في عهد بومدين، كان هو الوزير. سكت هذا يا مشرف، سكت هذا الاخ اللي فوق. بوتفليقه كان وزير خارجيه في عهد بومدين. بوتفليقه اللي تعرف اشتغل منصب سنتين. اقصد انه كان صغير، يعني في المغرب ما قبلوش يسوق السياره. خلينا من اسعد من طول والعرض. انت ثاني قصير اسعد، ثاني ما فيكش طول يا اسعد. لا انا طويل، انا والله انا متر 80. لا شي بتهمدي، هو قصير عليك يا اسعد. خلينا اسعد من الشخصانه وخلينا من الطول. كان وزير خارجيه هذا يا اسعد، كان في عمر 25 عام كان وزير خارجيه، 25 سنه كان داهيه. هذا بوتفليقه
هذا انسان داهيه حتى الان عنده كتب يا اسعد. ومن بعد عندما خرج من الجزائر اشتغل في قطر، اشتغل في مع الامير في قطر، واشتغل في الامارات، وكان داهيه يا اسعد. فاهم؟ هذه هو اشتغل مع الامير. بوتفليقه كان داهيه. كان داهيه بوتفليقه، نعم. وش نعم. عمي تبون دائما يصفه بالغباء وانه عهده كان فساد. لا بوتفليقه ما وانحطاط. كاينش يحبوش. احنا عندنا بوتفليقه كيما هما عندهم. احنا عندنا بوتفليقه. احنا عندنا بوتفليقه هو الذي انعش اقتصاد الجزائر، وهو الذي بنى الجزائر جديده بعد الحرب. لماذا عمي تبون بيعمل البلاوي كلها فوقه؟ يا اسعد هو من لما الجزائريين واوقاف الارهاب يا اسعد. احنا كنا في ساعه في 10 سنوات جمر وارهاب وعشريه سوداء. عندما اتى بوتفليقه هو الذي اوقف الارهاب وسار قانون الوئام المدني، وهو الذي يا اسعد في امريكا. يعني تبون يظلمه. لا ما ظلمهم ولا تولي يا سيدي. تبون كان وزير عنده يا اسعد. تعرف هم يقولون ان الجزائر يعني قضت اكثر من 15 سنه بلا رئيس، بمعنى انه كان مقعد، كان مشلول. يعني يستهزئوا به الى هذه اللحظه. يا اسعد لا مرض، كل انسان مرض مثل ملك المغرب. ما ريتش فيه كم سنه كما بوتفليقه. هو بروبليم يا اسعد هو بوتفليقه نصف مخ يساوي وزن بلد يا اسعد. هذاك انسان داهيه بوتفليقه، انت لا تعرفه يا اسعد. والله ما كنت اعرف ان بوتفليقه الى هذه الدرجه من الذكاء الا منك انت والله. يا اسعد اوقف الارهاب. شي مالك شي رئيس اوقف الارهاب. هو اتى شهر اوقف الارهاب يا اسعد، بدون اموال، بدون فلوس، بدون تدخل اي دول خارجيه. اتى الشهر اوقف الارهاب مده 10 سنوات. توقف انت يا اسعد. انت لا تستطيع التحكم حتى في 5 في التيك توك. انت لا تستطيع هكا التحكم. معك مشرفين، معك منا، ما تستطيع انت. فاهمني يا اسعد؟ راك فاهم؟ هو اوقف خطاب، اوقف. حتى سيدنا نوح خاطب 850 سنه وامنوا به 83 شخص. هو احنا امنا به. يعني بوتفليقه تفوق على سيدنا نوح بمراحل. يا اسعد سيدنا نوح 950 سنه امنوا به 83 شخص يا اسعد. انت راك تخطب في 3 سنوات ما امنوش به حتى 10. احنا امنا به يا اسعد. بمن امنتوا انتم معدلين؟ انت تؤمن بالتبون ايضا؟ نؤمن عليه في يا اسعد. خلينا في الموضوع. انا اؤمن بالله عز وجل، بس نهضروا في الشق الاقتصادي والشق السياسي والشق فاهمني. خلينا ونؤمن برسول الله. خلينا على بالي اسعد تحول كلام غير باش نقول لك باللي الداهيه هذا. لا لانك ربطت سيدنا نوح ببوتفليقه، ما قدرت تربطنا بينهم. يا اسعد هو خاطب على الشعب. سيدنا نوح قلت لك خاطب على قومه 950 سنه امنوا منهم 83. هو خاطب على 34 مليون جزائري وامنا به وتمشينا ودرنا صلح مع الارهاب وقضى على الارهاب يا اسعد. انت تخطب في 30 سنه ما امنوش بك. فاهمني؟ وسيدنا نوح ربي عطاه الرساله والتوفيق والخلق واعطاه كلش. ربي عطاه الرساله والتوفيق والخلق. يعني فاهمني؟ طيب الرؤساء الذين كانوا قبل بوتفليقه كانوا يخطبون، لماذا لم تؤمنوا بهم؟ يا اسعد هذاك قلت لك كان في عمره 25 سنه 24 سنه، كان وزير خارجيه يا اسعد. كان طفل. هذا كما يقول لك اتيناه الحكم صبيه كما سيدنا زكريا. فاهمني؟ وكلام يحيى. فاهمني؟ هذه هي. انت شكلك انت هكذاك ندعت 2 انبياء. انا خايف تكمل على بقيه الانبياء كلهم. الذكاء الجزائري يا اسعد باش تفهم الذكاء الجزائري وقع عليه. هذا قعد انا اريدك ان تحلل لي الذكاء الجزائري في شخصيه تبون. يا اسعد هذاك رمز من رموز الدوله. انا يا اسعد تكلمت على الجهاد وعلى شكون قاتل من. هاني قلت لك شكون يا اسعد. انت هذه هي يا اسعد. راني عطيتك ملخص وهذول يوم يهضروا فيك بلا بلا. ما فيش بلا بلا يا اسعد. في قضاء على الارهاب، في شغل في الميدان يا اسعد. في شغل في الميدان وتحقق الميدان يا اسعد وازدهار الجزائر واصبحت اقوى دوله في المنطقه واقوى. تعرف يا اسعد ما نزيدوا نكثروا في الكلام. هذه هي. من قال لك انكم اقوى دوله؟ من قال لك؟ وشفت التصنيف الامريكي جلوبال فاير ما يجيش الجزائر. عسكريا تقصد عسكريا ولا سياسيا ولا دبلوماسيا؟ شوف تنميه
وشوف اقتصادات افريقيا احنا الثانيين بعد جنوب افريقيا. الأولى الجزائر الأولى لا أفريقياً. احنا الثالث. وشوف اسعد. لا والله انك الاولى افريقيا والثاني عربيا والخامس عالميا. وشوف اسعد روح. احب من احب وكره من كره. اسعد ما تكلمش حتى تجي تشوف الجزائر بعيديك، ما تبقاش تجي بلا 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 بلا. حنا عندنا يا وش اسعد عندك يا اخي؟ فيش بلا بلا في انا عندي شغل في الميدان. اسمعني رئيس تبون، الرئيس العبقري تبون صاحب الذكاء الاصطناعي قال يخاطب بقايا بوتفليقة الذي قلت أنت أنه نابغة، قال حرام عليكم الإنسان الجزائري يقوم منفجر عشان شقارة حليب وأنت تقول لي قوة اقتصادية. يا اسعد خلينا من خطاب سياسي كما انت تطلق الشعبويه وخطاب سياسي، نهضروا ميدان يا اسعد. شعبوية يا عمي تبون شعبوي يا أخي. أنا أكلمك عن الدولة. جا كورونا ما اشتغل، جا تبون أنا أكلمك عن عمك تبون يا اسعد. كان كورونا تبون حكم 3 سنين كورونا، العالم كله واقف، انت كنت واقف، انا العالم كله واقف يعني ما فيش حكم ولا حاجة، كله واقف. كله واقف، كل شيء واقف، كاع العالم واقف. كاني سامني صح. هذه ما تهضرش عليها. هذه العهده الثانيه لا زكاه الشعب. احنا عندنا دوله ديمقراطيه، لا زكاه الشعب واستلم الحكم. طيب هل انتم تعتبرون تبون بنفس ذكاء بوتفليقة ولا اقل ذكاء؟ يا اسعد ما كانش يلحق بومدين وبوتفليقه. هذه ما تقولها مسيو تبون يقول لك فاهمني، ما كانش يلحق بوتفليقه بومدين وبوتفليقه. هادو زوج هؤلاء اذكى او الجوج احلى جوج بغال. هادو يا هادو عندنا الاول امير عبد القادر، عندنا بومدين وعندنا بوتفليقه. ثلاثة في تاريخ الجزائر. بن بله مسكين والشاذلي بن جديد. يا اسعد هادو ثلاثه عندنا رجال دوله رحمهم الله. وبوضياف يا اخي، بوضياف مسكين ليش تظلمه يا اخي؟ يا اسعد احنا عندنا هنا نضلك اسعد شعب جزائري، نضل معك صفاتي شعب من الشعب الجزائري يا اسعد. عندنا هادو ثلاثه اسعد، هادو نورمالمون ندرسوهم في مدرسه العرب، نورمالمون كاع العرب يقراو عليهم يا اسعد، نورمالمون كل العرب حتى انت نورمالمون تدرس عليهم يا اسعد. هادو بدلوا صوره الجزائر وجعلونا افضل، حافظوا على الارث وحافظوا على الحدود وحافظوا على الثروات وحافظوا على الدين وحافظوا على كل شيء يا اسعد. هذه هي. ما قبل تبون كانوا كلهم فاشل يا عمي. تبون هو الذي نقلكم الى الاولى افريقيا والثانيه عربيا والخامسه افريقيا. الاولى الجزائر الاولى. شكون دقدق العباد؟ احنا شكون اللي خبط عمي تبون وبس. لا تقول لي شاذلي بن جديد ولا شاذلي بن قديم ولا ابو خروبه ولا ابو تفليقه ولا محزن. ابو تفليقه ما قبلوها المغاربه يسوق سياره يا رجال، يدخل على يا اخي سكت هذا اللي فوق يا اخي، اللي في المنشار، هذا صاحب المنشار اللي فوق. سكت يا اخي المشرف. طيب شكرا لك يا امير. شكرا لك امير. شكرا لك. شكرا يا امير. شكرا. الا عمي تبون، عمي بلا تفليقه بلا بطيخ. عمي تبون هذا يا مشرف نزل هذا اللي فوق جزائري، نزله كل شويه يفتح. ليش خلاص ما في منشر سي بون عادي يا اخي انت اللي صحتك مرتك يا اخي، خلاها تخليك راقد. ايش اللي صحاك انت؟ طيب بشار خلوا الروكان هو قاطعه النجس الذي طلع السطح يكمل حقها الرساله ثم نواصل نقاشنا. المتصهين الذي السطح ينتظر ساعات طوال. تذكرت شيئا يتعلق بالقضية الفلسطينية. أنا أدعو جميع المتكتكين إلى تحميل هذا الرمز ستوب جينوسايد، فلتتوقف هذه الإبادة الجماعية التي نراها ونحن غير قادرين نهائيا على أن نعبر إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. أدعو الكتلة الصامتة التي لا تعلق والتي لا تتفاعل في الجست على أن تحمل هذا الرمز من أجل أن يظهر للعالم. عيب جندي أمريكي يضرم في نفسه النار أمام سفارة إسرائيلية، ومغربي متصهين يقول إسرائيل لها الحق في أن تفعل ما تفعل. يا أخي المتصهين في كل مكان، لا تركز على المتصهين المغربي. والله أنا ما يخصني يا أخي أسعد، أنا لا يهمني المتصهين الآخر، أنا يهمني المتصهين المغربي لأنه ابن بلدي. طرع يا أخي هكذا يشمتوا فيك التبونيين يا أخي. والله يشمت من يشمت، بل أدعو إخواننا الجزائريين إلى أن يحملوا هذا الرمز وأن نكون يدا واحدة من أجل تعبير سلمي
صوري في مواقع التواصل الاجتماعي على أننا كفر، على أننا كفر، وأن هؤلاء المتصهينين هم شرذمة قليلة ميليشيا يدفع لها من أجل أن تصور وتغير قناعات المجتمعات المسلمة. هذه هي رسالتي أخي أسعد. خلاص وصلت وليشمت من يشمت. تحياتي لك أخي أسعد. شكرا لك جزيلا لك. شكرا لك. إذا أنا أعطي ولد العاصمة ولا بتار ياخذ حق الرد ثم نرجع لعبد الملك. انا والله ما كنت في قاطع الصوت، الان رجع لي الان على اخر المقطع. هو قال كلام خارج الموضوع تماما. الجزائري عبد الملك كذبك في كل ما أوردت، وأنت قال عمرك ما قاتلت. أنت قال عندكم جزر محتلة. فين في جزر سعودية محتلة؟ والله ما ادري، هو اللي يقول، هو اللي يعطيني مصدر، انا اقول انا اجيب مصدر. طيب اعطوني الكاميرا لو سمحتوا عشان اوريكم مصدري. طيب اعطيه الكاميرا يا مشرف. اعطيه الكاميرا. تفضل يا بتار. نتاع الناس وين ترأس بومدين المحكمة شخصيا وما تلفظش، ما نطقش بالحكم، قالوا ننطق بعد ما اتخذوا قرارات كاملة. العقيدة وشرية محمد، العقيدة محمد العموري، أحمد نواورة، مصطفى الكحل، بالهوشات عبد الله، دراية أحمد، العيساني، صالح قوجيل، بودوح محمد صغير، ملوح محمد صالح، مساعدية محمد شريف، بالحاج الأخضر، عمار معاش، عمار العقول، عبد الحميد زناتي، حمودي زناتي، الوعي محمود، رابح مضوي، أحمد بودوح، محمد صالح بن فيالة، سعيد مشرق، سعيد عبيد، عبد الكريم حمروش. سجلوا 5 شهور هذم كم الإعدام. كيف تم تنفيذ حكم الإعدام؟ هل يمكن أن تعطينا بعض التفاصيل؟ طبعا. قلت لك التعليمات اللي جات من طرف كريم القاسم انه وصوف على اساس انهم يقتلوهم افيك ان سيلونسيو. يجي بن شريف يحكم سلك، الاول يقتلوه وقت العقيده. دقيقة يا روكان، يا مشرف. الذي بيسبوا الروكان اعمل لهم كتم. لا تسبوا الرجل مرر رسالة ومشى، ما سب احد منكم. الذي بيسبوا الروكان دقهم اللي بيسبه سب حاضر. انا ما عندي حتى كتم. حاضر اعمل لهم حظر مباشرة. تفضل يا أخي، كمل يا أخي. هذا الآن يحصي يا بتر، هذا يحصي أسماء من هم هذا الأسماء؟ هذا المجاهدين اللي يقول ما فيه غير محمد شعباني، ذكر لك بالأسامي ورتبهم عقدة قتلوا. اسمع أنت، اسمع بس نهاية المقطع الآن بيشرح. افتح أكمل. قتلهم من هنا وقتلوا هو الأول. الثاني قتل أحمد نواورة. الثالث عواشرية، العقيدة عواشرية، هرب له، قاعد يدور في هذاك الفيلان تاع لاكازير، لحقوا طيحوا وكذا. يسمح لي الشعب الكريم باش نتلفظ بشيء غريب. وقت يكب لهم الايادي بان عليهم قبل مقتلهم. كيفاش يعني محمد شعباني ما يكرهش هذا الشخص هذا، ولا احنا نكرهه؟ رحمهم الله. هل سمعت ايش سوى؟ غريب. وقت يكب لهم الايادي بان عليهم قبل مقتلهم. قبل قتل. من الذي بال عليهم؟ ولا احنا نكرهه؟ لاكازير. يا بتار، لحظة بتار، وقف لي هذا الجزئية. من الذي بال عليهم قبل أن يقتلهم؟ هو كان معه مجموعة ضباط مفرنسين، اللي هو محمد اللي هو بخروب. شفت؟ وذكرهم بالاسم طبعا، ومنهم اللي أنا ذكرت قبل كذا، العقيد محمد العموري، أحمد نواورة، ملوح محمد صالح، مساعدية محمد، بلاح الأخضر، بالهوشان عبد الله. كل هذولي بينهم اللي هو محمد شعباني اللي حنا تكلمنا عنه. طبعا حنا الآن بدينا نتشتت في الموضوع للأسف. وأحب أرد للأستاذ اللي قبل شوي يتكلم على، طبعا أنا ما أبغى أشتت الموضوع، بس أبغى أرد إني أنا ما جبت شيء من عندي، هذه مصادر من عندكم يا أستاذي. هذا معروف من هو، هذا ترى مجاهد وأمين عام اللي قبل شوي في الفيديو في مقابلة في قناة جزائرية اسمها النهار، وكلنا نرجع لخطاب يوسف وخده. من قتل خشقجي؟ أعطيني من قتل خشقجي أولا ثم تكلم عن الثورة الجزائرية. طيب خليني أخلص كلامي وأسأل. عبد الملك، أنت تريد تنزل. أنت شكلك تريد تنزل. أنت من أول وأنت تقاطع، وأنت تعرف أن الذي يقاطع بأن ينزل. إذا تريد تنسحب انسحب بدون مقاطعة، لأنه عيب. الرجل كلمك، أنا أتكلم عن ثوار.
خاشقجي اغتيل عادي، يقتلوا كم ناس. احنا نتكلم عن ثوار قاتلوا الفرنسي، فكلف الفرنسي أذنابه بقتل هؤلاء الثوار بس. خاشقجي جت على خاشقجي. أيوة كمل يا بتار. شفت هذول الثوار الأحرار لماذا قتلوا؟ كلنا نعلم أن محمد شعباني هو اللي قال لازم نطهر الجيش أو جيش الثوار من أبناء اللي هم الخونة، أيوة من المفرنسين، خليني أقول باختصار. إيش قال اللي هو بخروبة؟ قال من هو، مقولة معروفة، من هو الطاهر ابن الطاهر اللي يبغى يطهر الجيش. طبعا اللي كان محمد شعباني من الناس اللي كان عنده ترى شعبية كبيرة، فعرف انه بيخسر القضية ترى، وتم اتهامه بالخيانة العظمى، وتم تنفيذ الإعدام في مكان اسمه كانستيل، وهو قريب من غابة اسمها غابة كانستيل، وهي منطقة يعدمون فيها الفرنسيين أو يستخدمونها الفرنسيين. أنا ما جبت شيء من عندي، هذا عندكم اسمه شريف مهدي جزائري، وهو أمين عام رئيس الأركان عندكم كان. أنا إذا تكلمت بحقائق لا تقعد تمرر مغالطات، عطني حقائق. وأنا عندما أتكلم ما أدري، أنا عشان ما أحول الموضوع، أنا عندما أتكلم على من قتل أبناء جلدتك، أوكي، أنا أتكلم على الفرنسيين أو الجزائريين اللي تم تأييد فرنسا ويبغون حكم فرنسا وتم تسليم السلاح، وهذا ليس من عندي. العربي بالخير من هو؟ سليمان عثمان ملقب هفان من هو؟ خريجين أي أكاديمية، خالد نزار، محمد مدني خريج أي أكاديمية، محمد العماري خريج أي أكاديمية. رد على أسئلتي وعطني مصادرك وأنا أعطيك مصادري. هذه نقطة. طيب سجلوهن الإخوان. أخذ ولد العاصمة ثم نعود إلى عبد الملك ولا تندوف، واحد منكم. أعطاك التندوف أنسب. تفضل يا أخي سعد. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. شوف أسعد، أنا أعتقد بأن أنت لم تفهم الصورة بعد على إطلاقها. أنت ما زال ربما يعني الصورة ما وقع إبان يعني الحرب التحرير الجزائرية. أنت لا زلت عندك الصورة نوعا ما يعني غير واضحة، وأنا سأحاول أن أفسر لك لعلك تفهمني. شوف يا أسعد، انطلقت قبل 10 سنوات أو 15 سنة في الجزائر مجموعة من الشباب في عدة مناطق يريدون الثورة على النظام الفرنسي، وكانوا يؤمنون بالحرب من أجل تحرير الأرض، كان هذا معتقدهم. لكن فرنسا كان لها أسلوب خبيث في التعامل معهم، بحيث قامت باستجلاب مجموعة من الأشخاص من جيشها، وكانوا عبارة عن ضباط، وألحقتهم بالثورة، فاختلطوا بالثوار الحقيقيين. بعضهم كان في الداخل وبعضهم يعني في الداخل الجزائري، البعض الآخر لم يكن، مثل بومدين نزل بالمظلة على الثورة لأنه كان يقيم في مصر، لم يكن أصلا في الجزائر. يا أخي لكن أنتم دربتوا في وجدة، على ماذا دربتوا؟ نحن في وجدة كنا ندرب الثوار القادمين إلينا فارين إلى المغرب والمجاهدين، كان لدينا مصنع للأسلحة، كنا نساعد المسلمين الفارين جياعا من الحرب الفرنسية، نأتيهم بالسلاح من دول أخرى عن طريق المغرب نمده بهم، وهم يساعدون الثوار في الداخل. هذا هو كان نية جميع دول الجوار التي كانت تساعد الثورة الجزائرية. لكن هذه الخلايا التي كانت في المغرب وفي تونس كانت نصفها يعني قائمة على الخيانة، فكثير من قادة الداخل الذين كانوا يريدون فعلا قيادة الثورة في الجزائر اغتيلوا وهم مثلا في طريقهم إلى تونس، تم التبليغ عنهم للقوات الفرنسية. الرجل يقول لك لم يقتل من الناس إلا شعباني. قبل أن نصل لهذه النقطة يا أسعد، الهواري بومدين، وهذا الذي كان معروف يعني زعيم لمجموعة وجدة، وكان أيضا قائد للمنطقة الغربية في سنة 1957، قام بتعيين مجموعة من الضباط ومن المستشارين له، وهذا وخصوصا ملي أصبح رئيس الأركان في سنة 1960، وكان يوظفهم، كان يدعي أن لديهم خبرة عسكرية، قال لهم خصنا نستعينوا بالضباط الجزائريين الذين كانوا يعني قادة في الجيش الفرنسي لأن لديهم خبرة عسكرية، وأنه سوف يستخدمهم، وأنهم لا يشكلون أي خطر عليه.
لماذا قام هكذا الهواري بومدين؟ لأن هواري بومدين كان يطمح إلى رئاسة الجزائر بعد الاستقلال، وهذا الأمر لم يكن مؤهلا له لأنه لم يكن من مفجرين الثورة الداخلية، لم يكن من المفجرين الأوائل للثورة. لذلك بعد الاستقلال كلنا نعلم الرجل قال لم يقتل إلى الشعبين. طيب بن بلة من انقلب عليه؟ من انقلب عليه؟ بومدين. بومدين من اغتاله؟ بوضياف أحد مفجري الثورة. من قتله؟ من سجنه إبان الاستقلال؟ البارحة قلت معلومة في اللايف الفارط، المفدي زكريا لم يعدم ولكن قاموا بنفيه، سجنوه ثم نفوه إلى الخارج. هذا فقط يعني نموذج بسيط جدا. أنا أستطيع أن أحصي لك يا أسعد 30 ضابط سامي هم الذين قادوا الجزائر بعد الاستقلال إلى حدود حكم بوتفليقة، كلهم من ضباط فرنسا. وهذا الرجل الذي تكلم قبلي وادعى بأن بوتفليقة كان رجل ذكيا وكان عمره 12 سنة وزير الخارجية، أقول له بوتفليقة ولد سنة 1920 في وجدة، يعني لما استقللتم يعني أخذتم الاستقلال كان سنه 42 سنة، لم يكن طفلا كما تدعي. لماذا تكذبون؟ والله العظيم هذا الكذب. أنا الرجل أول ما أخذ الحكم تبون قال لك كانت تحكمنا عصابة، والشعب الجزائري خرج يسبونه، يقول له بوتفليقة هي المروكي والدولة تعيش الجوع ونريد دولة مدنية ماشي عسكرية، وتبون يقول لك العصابة كانت تحكم الجزائر. ثم يأتي هذا الغبي يقول لك تبون بوتفليقة كان ذكاؤه خارقا. فعلا أن تحول دولة غازية إلى دولة طوابير فعلا يحتاج منك ذكاء خارقا. مسألة أخرى أخي أسعد، فترة العشرية السوداء. فترة العشرية السوداء كانت الجزائر يسيرها 3 قادة وثلاثتهم من ضباط فرنسا، هذاك قنيزية والجنرال توفيق وهذا خالد نزار وكاين واحد رابع. الآن الذين حكموا الجزائر منذ الاستقلال أي منهم كان من الثوار الحقيقيين؟ كان واحد فقط هو بوضياف، حكم 6 أشهر ثم قتلوه. بوتفليقة لم يجاهد، بومدين لم يجاهد، حتى بن بلة الذي ظل في الحكم مدة قصيرة انقلبوا عليه، بل الشاذلي بالجديد أيضا انقلبوا عليه. وأنا آتيك يا أسعد بأسماء عشرات القادة. من قتل القائد عميروش وكان من مفجري الثورة، ابنه إلى يومنا هذا يصرح أن من قتله هو الجنرال نزار وتوفيق وقنيزية. من قتل عبد القادر الحشاني، ومن قتل معطوب الوناسي، من قتل الطاهر الزبيري، من قتل مصطفى بن بلعيد. كل هؤلاء يا أسعد واللائحة طويلة جدا. طيب. ستجدها في كتاب محمد بورقعة وهو أحد قيادات حركة التحرير، في كتابه مذكرات شاهد على اغتيال الثورة. وهذا الرجل سجن في عهد بداية حكمه ونهاية حكم بوتفليقة. العشرية السوداء يا أسعد التي عرفتها الجزائر، كانت الجزائر تحكم من قبل خالد نزار ومحمد. هل من قتلوا في العشرية السوداء يعتبروا مصنفين شهداء ولا مو شهداء هم؟ الذين قتلوا يا أسعد لا في الجزائر لا يصنفون شهداء، لكن أنا أعتبر أنهم من الشهداء، لأن الذين قتلتهم آلة الحرب العسكرية الجزائرية كانوا يقتلون الأحياء والمدن التي كانت فيها نسبة تصويت للجبهة الإسلامية مرتفعة. كل المدن التي ثبتت أنها صوتت للإسلاميين. شوف يا أسد، هناك نقطة مهمة جدا لا بد أن نذكرها. مفجري الثورة الذين كانوا في داخل الجزائر، وهناك فيديوهات لهم يتبرؤون من بومدين ويسمونه بالاشتراكي والشيوعي صنيعة جمال عبد الناصر، هناك فيديوهات بالصوت والصورة. كانت فرنسا تريد أن تحقق هدفا معينا، وهو إزالة مفهوم الإسلام عن ثورة الجزائر. أنا أريد أن أسأل الآن هذا السؤال الخطير أنت تختم به. الثوار كانت منطلقاتهم دينية أنهم يقاتلون كافرا أم وطنية تحرير الوطن فقط؟ لأنه نعرف أنه معظم الثورات مثلا عندنا في اليمن الذين ثاروا كانوا هم الحركة الإسلامية وأكثر شيء الإسلاميين.
تقدر تحسب هذا الامر انتهى؟ هل كانت له منطلقات دينيه وهذا الذي اغضب فرنسا؟ شوف يا أسعد، الثورات كانت دائما فرنسا تهدف إلى إزالة مفهوم الشرع ومفهوم الدين وإزالة الوازع الديني عن الحركات المقاومة داخل الجزائر والمغرب وتونس. لماذا؟ لأن الإسلام يمنح المشروعية ويمنح المجاهدين نوع من الصلابة ونوع من القوة، لأن الإنسان يصبح يقاتل من أجل دين يعلم بأن موته شهادة ستدخله الجنة وحياته نور. فقامت بالإتيان بهذا المخروبة من مصر، ونزار كان يدرس عند الروس، وجنيزية والجنرال توفيق والعربي بالخير الذي أصبح وزير الداخلية، وعبد الملك جنيزية أصبح قائد الأركان، ومحمد العماري أصبح قائد القوات البرية، عباس غزيل قائد الدرك الوطني، توفيق رئيس المخابرات، تواتي مستشار وزير الدفاع، عيت عبد السلام اللي كان مسؤول عن الصناعات العسكرية. كل هاد القادة جاءوا من مدارس فرنسية، كانوا ضباط سامون في الجيش الفرنسي، جاءوا بهم إلى الجزائر فقاموا لماذا نقول لا توجد ثورة؟ لأن الثورة تم إيقافها بفعل هؤلاء القادة، دخلوا بالدبابات على من أقام الثورة وقاموا بإيقاف هذه الثورة ونبذوها وقتلوها في مهدها، وتفاوضوا مع فرنسا على أساس ماذا؟ على أساس الاستفتاء من أجل خروج فرنسا. طيب. وإقامة معاهدة إيفيان. أشكرك شكرا جزيلا لك يا عبد الملك. نعطي تندوف يعني ربما لا، كلمة صغيرة، كلمة واحدة فقط وأعطي الكلمة تندوف. طيب. بوتفليقة حكم وهو عمره 25 سنة وزير الخارجية، ولم يكن مولودا في سنة 1920 للتصحيح فقط. عمره 25 سنة عندما حكم. ولد 1920 في قرية قرب وجدة. لا، ولد سنة 1938. تفهم؟ 38. لحظة أنا أشوفها. لا، ولد 1920. أعطي الكلمة تندوف أحسن. 2 مارس 37. لا أنت ولا هو، الاثنين أنتم غلطانين. ولد في 37 في وجدة، حتى إذا في جينات وراثية هي من لا، قلت 38. ربما اخطأت في الرقم، يعني 38 ولا 37. أنه يعني لما استلم وزير الخارجية حقيبته السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي للجميع على كل حال. أولا قبل أن أتكلم يجب أن أشكر الركان. أنا ركان الآن يعني رفعت مستوى تاعك أمامي، وحقيقة تحياتي لك لما قلته على فلسطين وعلى صهاينة المروك. صراحة تحياتي لك وبارك الله فيك. يعني الشيء الآخر أنه يعني كما يقول لك المثل يا أسعد الشرعي، أنا دائما لما نحاور المغاربة أحاورهم على نقطتين. النقطة الأولى هي نسبة الأمية تقريبا 25%. النقطة الثانية كما ذكر لحظة موضوعي محدد. هل هناك ثوار جزائريون قتلوا على أيدي العسكر الجزائري؟ لا تذهب المغرب. وأنا معليش أنا نجاوبك، معليش أنا نجاوبك. أنا شوف أنا كل يوم أمنحك وقت طويل، هذا المرة سأقيدك يعني مثلهم تماما. أنا لك طيب 5 دقائق. أنا سأقيد لأنه أنا أكرمتك في الماضي وتشرب وتغرب، والناس يقولوا لماذا تمنحه؟ أقول لهم عشان يفرق ما في جعبته، لكن أنت تذهب شرق وغرب وتطلع سماء وأرض. لا هذه حقيقة أنه نسبة الأمية 25% و 48.9% مذهب الله غالب. لذلك أنا سأخاطبك أنت لأنه معلش خليني يا أخي اسمعني يا سيدي. أنا أكلمك أنت العاقل، لو أكلم الآخرين. أنا أكلمك قال لك إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل. صح ولا لا؟ شوف يا تحترم الناس أنا أسألك أنت هي كلمة واحدة. أنا أسألك يا تحترم الناس يا تنزل. يعني أنت مش قادر تتكلم معايا ولا نزل؟ أقول لك إذا ماشي مشكلة حب ننزل. تحترم الناس عيب. أنا طيب أنا أتكلم معك أنت. نزلها يا مشرف. نزلها يا مشرف. نزلها. يلا مع السلامة. مع السلامة، في أمان الله. ما لك مكان.
طز فيك. الأوراس تفضل. يقول لك أمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أني طلعت من الصباح وأنا أغلي في المقلة كي يعني احنا في المقلة. اهدى انه والله شوف والله اركز واني حافظ الثوره الجزائريه من 1930 من حزب نجم شمال افريقيا الى غايه 1962 الى غايه الاغتيالات التي تكلموا عليها يعني بدون درايه، يعني يتكلمون لكي يتكلموا. السلام عليكم. الساعه بادئ البدء. اسلم على الاخوه اللي في الجست ونبدا. كيف نبدا اسعد؟ نبدا من الثوره الجزائريه كيف بدات 1954 مع 6 زائد 9 زائد 3 ولا الاغتيالات؟ اصبر. سؤال الحلقه: هل هناك ثوار جزائريون احرار قدموا ارواحهم وجاهدوا امام الفرنسا؟ نعم. ايوه اصبر. افهم سؤال. فهمت. لا فهمت اسعد. انا فهمت. انا شايفك داخل ساخن فوق. اهدأ وركز. انا لما الله يرحم لك الوالدين. هو السؤال هذا: هل من بين الثوار الذين قاتلوا فرنسا بحب وبإخلاص للجزائر قتلوا على أيدي حركة جزائريين تابعين لفرنسا؟ وهذا السؤال عندنا. ولد العاصمة ذكر أسماء والسعودية بكر ذكر أسماء. شوف يا وانت أقول أيوة ولا لا؟ هو الاول تكلم ولد العاصمه ويعني يتكلم باش تكلم على طاهر الزبيري، والطاهر الزبيري حي يرزق الى غايه الساعه. قال لك طاهر الزبيري مات ومعطوب الوناس وعبد القادر الحشاني، وهذو هم صغار. عبد القادر الحشاني ومعطوب لم يحضروا الثوره ولم يكونوا في الثوره، هذو ماتوا في العشريه السوداء التي مرت على الجزائر ومرت بردا وسلاما على الجزائر. الحمد لله. نرجع الان الى الاغتيالات السياسيه. بردا وسلاما الحمد لله. بردا وسلاما ونهضنا ولم نصر بردا وسلاما. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أتوا بالقنصلية الإيرانية من الرباط إلى وجدة لكي تساعد الإرهاب في الجزائر. هذه وحدة كتبها علي. اسكت والله تسكت. اسكت. أعطيك دليل. أعطيك الحسن الثاني أتى بها. اسكت. خلينا نعديو هذه صاير. يا أخي لو سمحت. اسكت والله يا ولد العاصمة. والله اليوم نعد. اسمع اليوم نعد. لحظة. الشمس القمر في ضوء النهار. لحظة يا أخي. ولد العاصمة احنا ما طالبناك. كلم. ولد العاصمة قلت أشياء كثيرة ما حد طالبك بدليل، يعني مسك من حقك. لا اسكت. لا يا ولد العاصمة خليني مع سعد الشرعي. اقفل واسكت. تألم بصمت. ريح والله. تألم بصمت. ريح. اسكت يا سعد الشرعي. سد المايك يا ولد العاصمة لو سمحت. بدأ مؤتمر الصمام. شوف لا بعد معركة الجرف. اسمع. بعد المعارك واعطيك يا اسعد الشرعي، بعد معركة الجرف الكبرى التي خاضها الجزائريون في وادي الجرف النمامشة ضد بيجار الذي أتى وقال سأخمد الثورة في مهدها في الأوراس. هذا بيجار الذي قالها. ومن ثم فعلوا الجزائريين. جاء عبار رمضان وأقام مؤتمر الصمام ولكي يعني يعدل مسار الثورة ويكون التنظيم الحقيقي للثورة. ومن هناك يعني احنا ندري يا اسعد الشرعي يعني في المماليك التي فاتت المملوكيين ولا لا قامت مثلا اغتيالات بينهم على جالة الحكم. هذه معروفة. هذه اغتيالات سياسية بينهم بيني وبينك. يعني أنا أريد أن أحكم وأنت تريد أن أحكم. وفرنسا لعبت دورا كبيرا بين الثوار الجزائريين لتقع بينهم ووقعت بينهم، لأن فرنسا لعبت بالمخابرات. انتحل أوراس. هذا أصوات الأطفال عندك. اسكتوا علينا. اسكتوا. عندي انا تكلمت معهم. سامحني. لا عشان كنت واحد في السطح يعني. لا عندي. طيب اهدأ شوية. اهدأ يا أوراس. الله يرحم لك. قلت لك يا أسعد وجاء مؤتمر الصمام ويعني عدل الثورة ونظم الثورة، منهم عبار رمضان وكريم بالقاسم والعربي بن مهيدي وبن طوبال وغيرهم من الثوار الكبار.
هذه أول حاجة. ثم جاءت بعدها هم يتكلمون على بومدين. بومدين جاء في 1957 لم يحضر لا اغتيالات ولا حتى الفيديو الذي أتى به البطار لم يعني أخ عبد المالك والآخرين أنا يعني نتحمل نقول لكم مسؤولية لأنكم ما سمعتوش الفيديو واش قال لك أقيمت المحكمة ولم يتلفظ بومدين بالحكم. قال لك ولم يتلفظ بومدين بالحكم لأنه الحكم لم يقوله بومدين، قاله كريم بالقاسم رحمه الله وقاله بن طوبان على هذو العقداء الذين كانوا من عقداء الأوراس. هذو العقداء قتلوهم يعني. المهم وقعت بيناتهم يعني مشاكل وفرنسا كانت مفتنة وفعلت بينتهم الفتن. نأتي الآن إلى مجموعة لاكوست الذين يتكلمون عنهم. أتوا في 1958 يعني بعد المرحلة الأخيرة نتاع الثورة، لم يبقى من الثورة إلا 3 سنوات. أتوا يعني ومنهم من فر ومنهم من قالت فرنسا اذهبوا يعني وادخلوا وافعلوا. العقيد الشعباني، نأتي الآن إلى العقيد الشعباني رحمه الله، كان بينه وبين بومدين وبينهم يعني على جماعة الجيش الفرنسي الذين دخلوا وأتى بهم بومدين. بومدين لم يأتي بهم يعني لحبهم، لا، هو أتى بهم لتنظيم الجيش الجزائري ما بعد الثورة. هو كان عنده فكر واحد آخر بومدين رحمه الله. عنده بومدين وش الصوت هذا؟ عندي لا كان عنده كان عنده فكر واحد اخر بومدين يعني لتنظيم الثوره، لتنظيم الجيش الجزائري. لان هذا اوراس اشرب لك ماء. لا الذين اتوا، انا اتكلم هكذا، انا يعني بطبعي هكذا اتكلم يعني باندفاع. عادي تعبت نحن. لا عادي خذوا فوالا. قلت لك ثم اتى بالجنود الذين اتوا من الذين كانوا يعني عندهم خبره كبيره في الجيش الفرنسي، اتى بهم لتنظيم الجيش الجزائري. هذا هو الاخر نتاع بومدين. لماذا اتى بهذا الجنود؟ والعقيد الشعباني كان بينه وبين بومدين وبين بن بله. بومدين لم يقتل شعباني. بومدين والله العظيم بريء كما براءت يعني الذئب من دم يوسف، بريء تماما بومدين. يعني بن بله تقريبا هو الذي اعطى الاوامر ومات العقيد الشعباني رحمه الله وتوفي العقيد الشعباني. ومن بعد بعدها بعد 62 جات الحرب، جات من بعد التصحيح الثوري وانقلب بومدين على بن بله لانه يرى في بن بله وكان صديقه وصديق كريم بالقاسم. هذا الذي دقيقه يا اسعد اتكلم هذه ومن بعد نصبر. ولد العاصمه قال لك كريم بالقاسم بومدين كان بيناتهم مشاكل، كانوا اصدقاء. بومدين وكريم بالقاسم كانوا اصدقاء ولم يكونوا اعداء، لانهم قلت لك لم يعني في المجال السياسي ولا الفكر السياسي لم يكونوا يعني كانوا مختلفين. هذا هو اللي كاين، والباقي كل طرهات. هيا اسالني يا سعد واش بغيت تسال باش. لا ثواني ابو استاذ اسد، انا اشتيك سد المايك. ايوه سد المايك واسمع رد من الاخ السعودي وخذ. انا عندي نقطه بس بوضحها. الرجل قال ان دفعه لاكوست حضروا عام 1958 قبل الاغتيالات. ابي اساله سؤال واحد عشان بس اوضح انه ما عندهم تواريخ مضبوطه. العقيد محمد العموري متى قتل؟ والعقيد احمد نواوره متى قتل؟ انا نجاوبك. هذو العقداء من بلدي من متى قتلوا؟ سؤال واضح. اسمع. هذو قتلوا من بعد. سؤالي واضح يا اوراس. هو يسالك متى قتلوا يظهر لي في 1959 ولا 1900. لا ما عندي يعني السنه يعني مضبوطه، ولكن هذه العقداء انا اتكلم يا اخي خليني اتكلم. دقيقه. لا معلش لا تاخذ انت تعرفوا من العقداء. لحظه. هو سالك عن انت قلت قبل شوي وانت تتكلم وتحاولت تبرر مغالطه مع احترامي لك ولتاريخك. قلت لي ان دفعه لاكوست حضرت عام 1958 وكانت تصفيات والقتل انتهى وما بقى على التحرير الا 2 سنين. وانا سالتك سؤال، العقيد محمد العموري متى قتل؟ العقيد احمد نواره متى قتل؟ ملوح محمد متى قتل؟ مساعديه محمد متى قتل؟ اكثر من 50 عقيد وضابط حر متى قتلوا؟
قلت لي في مارس 1959. آسف، قلت لي 1959، وأنا أقول لك أنك عارف متى التاريخ. نعم، قتلوا في مارس 1959 بعد ما دخلوا الضباط اللي هم دفعة ليكوست. لماذا دفعة ليكوست بالذات هم من استلموا زمام الأمور في الجزائر؟ هل لا يوجد شرفاء الا دفعة ليكوست؟ لماذا خالد نزار استلم وزير الدفاع؟ لحظة يا استاذي، لحظة يا استاذي. متى استلم وزير الدفاع؟ متى؟ من 1990 الى 1993. يا اخي هو جزائري. خليني اخلص خليني اخلص خلي يختم يا اوراس خلي يختم. يا اسعد والله هذا اسعد، هذا بطار والله يخلط لكي يتكلم فقط. هو لا يدري من هم العقداء ولماذا قتلوا. اعطيني الاسباب. اسعد دقيقة، اعطيني الاسباب لماذا قتلوا. شوف انا اتكلم معك بادب. اوراس لماذا انت مدافع يا ولد العاصمة على البطار؟ انت مدافع على البطار. انا ما بينه بالبطار لان البطار كيف يسمع ثم لماذا انتم قليلي الادب تقاطعون بعض الشرعي؟ الكلمه كانت عند الاوراس يا اخي. سعد الشرعي الكلمه كانت. احترم نفسك يا ولد العاصمة، احترم نفسك. لا الكلمة عندي انا. الاوراس خلص يا اخي. الكلمة عندي انا. وعطينا الاخ بتار. اخ بتار انا افضل ان لا توجه له اسئله، لو توجه له الاسئله وفتح. طيب انا بتكلم بس على تمرير المغالطات استاذ سعد. اول شيء قال لك ان دفعه لوكوست اتت عام 1958 وتم انتهاء الاغتيالات وتم انتهاء القتلى ولا يوجد قتلى ولا يوجد احد وخلاص، واتفاقيه تفيان اللي تم توقيعها. يا استاذي انا اتكلم، انا معك. عام 1900 طبعا كانوا ابو خربه كان واصل قبلهم اساسا، ولكن كانوا وقتها يعدون خالد نزار في اكاديميه روسيه ومحمد ميديان ومحمد العماري والعصابه اللي كانت معه طبعا كانوا يجهزونهم في اكاديميه روسيه ولم يكونوا في اكاديميات فرنسيه اساسا. عندما قتلوا اللي انا ذكرت اساميهم، العقيد، المجاهد محمد العموري، كان نعم في مارس 1959 بعد ما دخلوا الحركيين. العقيد احمد نواوره نعم في مارس 1959. ملوح محمد، مساعديه محمد، مصطفى الاكحل، عمار عاشا. اتكلم ولا ما اتكلم يا حاج؟ اتكلم ولا ما اتكلم؟ قول له ينعت لنا الفيديو، قول له نعت لنا الفيديو يا اسعد، قول له يطلع الفيديو، قول له يطلع الفيديو من جديد وسترى من هو الذي كان في المحكمة. لم يكونوا من الذين يتكلمون يا اوراس او يقول هذه ثورتي يا اسعد، هذه ثورتي يا اسعد، وهو يتكلم على ثورتي. هو ما عنده ثورة. خلص علمني يا اسعد، اذا خلصني يا اسعد يا اوراس. يا اخي يا اوراس قسما بالله ان صوتك يوجع الراس يا اوراس. لا حول ولا قوة الا بالله. والله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا بطال. يا اخي لا تحسبني يا اخي، لا تدعي علينا والله بنعطيك الله ونعم الوكيل فيكم. كيف تتكلم على ثورتي وانا اتكلم على ثورتي؟ ما يتكلم على ثورتي، ما يتكلمش لانه ما يعرفها. ما يعرفها يا اسعد. انا ما اتكلم على اليمن لانه ما نعرف اليمن انايا. حبيبي يا حبيبي احنا ولد العاصمة سيأتيك يوم يا ولد العاصمة ونتكلم على ثورة المغرب يا ولد العاصمة، ونتكلم على اليوطي وإكس ليبان، ونتكلم وسترى المؤرخين الذين يستعرضون من إكس ليبان. استنى يا اوراق اسمع يا اخي. لا اسمع انت والله بعطيك والله، بس اهدأ شوية. اهدأ يا اخي، انت متوتر بزاف انت. متوتر يا اسعد، مانيش متوتر لانه البطار يقول للترهات يا بابا. لا يعرف الثوره الجزائريه، ما يعرفش والله ما يعرف. يا اخي شوف للامانه رفع الصوت دليل ضعف. انت لا انا قلت كلش من عندي، انا بديتها من اول ديجا. يا اخي لحظه يا اخي، اسالك بالله لحظه. روح اني ساكت اسعد، اتكلم. يا اخي خذ ورقه وقلم هكذا وسجل. والله بعطيك يا أخي، أنا أوعدك يعني على أنك ساخن هكذا وحامي بهذا الشكل. يا أسعد أنا بغيت نقول لك هذا موش مؤرخ بطار، ما هوش مؤرخ، ليس مؤرخ يا أخي. هذا موش يا عيبة. أنا جزائري يا أخي، أنا جزائري يا أسعد، أنا جزائري يا أخي. أنا ثورتي هذه ثورتي، وأني من الأوراس، من المنطقة، أنا من الجزائر، وهذا سكوتي. يا عيبة يا أخي، شنك تبي اسمعني؟ إحنا بنناقش من سرق منك ثورتك يا أخي. إحنا ما انكرنا ثورتك، تمام، عندك ثورة وأنتوا قدمتوا وقاتلتوا، هو نقاشي من سرق منك هذه الثورة.
يا أخي إذا ظلت تقاطع هكذا وترفع صوتك ما إيش ثورة هذا، أنت ما أنت في ثورة، أنت في نقاش. يجي سعودي مغربي يمني يتناقشوا، يا أخي ناقشنا بهدوء، الله يرحم لك الوالدين، الله يزوجك يا أخي، الله يخرب بيت فرنسا. امين امين، الله يزوجنا في زوز. لا تفتح الميكروفون إلى أن أنا أذكر اسمك، أقول أخي أوراس تفضل أرجوك، يعني رجاء خاص، أنا مقدر أنك طيب ومحترم وغير على بلدك وغير على ثورتك، وهذا حقك والله لا ننكر عليك الغيرة على بلدك وعلى ثورتك وعلى كل شيء، وأنت إلى الآن ما سبيت أحد ولا لعنت أحد، بس أنت الآن تتعدى قوانين اللايف وأسلوب الإدارة في الله. أنت حرجتني قدام الناس، وأنا والله العظيم أنا والله أوعدك، بس أنت رتب أفكارك واكتب ماذا يكذب عليك بتار، واكذب ما هي المغالطات الذي يريدها ولد العاصمة، وبعدين طق 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 1 2 3، لكن كسرت لنا روسنا يا رجال والله العظيم، راسنا قد انا راسي مصدع، انا قاعد اشيل السماعه شويه من الضغط على راسي، حسيت انه راسي شويه بيفرقع. عرفت؟ تهدأ شويه ورتب افكارك، واذا عندك ورقه وقلم انصحك والله يا جماعه ان الورقه والقلم مريحه. وشوف عشان ما يغلبوك خليك مسترخي، استرخي وخذ نفس وكلمنا. لماذا تغششه الان؟ لا يا اخي انا يا اخي والله انا اريدهم انهم يكونوا يطلعوا بالطريقه شويه. طيب والله يا اسعد لا بس خلاص يا خلاص قولوا بتار لك دقيقتين وتختم. بتار طيب معك. انا ما احب دائما اللي يهدر طاقته، هذا المسكين الضعيف، لكن على العموم رجل مرر مغالطاته وردت عليه بالتاريخ وليس كلامي. اللي فوق سكتنا اللي فوق هذا عبده نيك السوة عمك يا ولد. هيا نزل عبده فيش يعرف كل شيء، هذا جده شهيد، نزله يا ريت انه اغتالوا جدك وخلصونا. دق يا اخي. طيب العقد اللي ذكرنا أساميهم اللي تم اغتيالهم في عام 1959 بعد دخول الضباط هذول. لماذا الضباط بالذات هذول هم اللي مسكوا زمام الأمور، بما أن أبو خروبة يريد دخولهم لتدريب الثوار الأحرار؟ لماذا تم استلام الفرنسيين هذول، خليني ما راح أقول الجزائريين، الفرنسيين اللي اخترقوا الجيش الأحرار الجزائري باستلام زمام الأمور؟ هذا ليس كلامي، هذا كلام بن بلة، وفي اتفاقية تفيان 200,000. أنت سألت سؤال يا أستاذ أسعد، تقول كم عدد الحركيين اللي كانوا مع لا هو سؤالي آخر، هو الأوراس ومالك لما يجي دورهم لا حد يفتح، أين أكثر عندكم أنتم، الشهداء ولا الحركة؟ طيب لأنه لحظة، إذا زاد الحركة عن 1.5 مليون الشهداء بالطبع، الشهداء نعم الشهداء، نحن نملك 5 ملايين و600 ألف شهيد منذ 1932. طيب انا قلت لك لما يجي راح وقتي يا اسعد. انا قلت لك لما يجي دورك يا عبد الملك لو سمح. طيب كمل يا بتار. طيب اقول لك هذول كلهم تم اغتيالهم والاسامي ذكرت، هذه من الامين اللي هو امين الاركان عندهم اللي هو ذكرناه قبل شيء، مهدي الشريف. اوكي هذا الرجل الجزائري هو الامين، ولكن انا ناقل معلومه ولم امرر المغالطات. اذا عندك ما يثبت ان كلام هذا الرجل المجاهد مهدي الشريف غلط، يا اخي اثبت، اترك لي من الهطرقه والكلام ورفع الصوت، لان هذا كله ما راح استفيد منه. انا استفيد بافعال، بتواريخ، بارقام. هذا واحد. اثنين، يا اخي انا ابغى اتكلم عندما نذكر هذه القادات عندما يستلمون زمام الامور عندكم في الجزائر وتم قتل أو إعدام أو الضغط على الثوار الأحرار وتصفيتهم، اعطيني ضابط حر من الأحرار، أبي واحد بس استلم منصب في الجزائر. لماذا محمد ميديان؟ لماذا خالد نزار؟ لماذا محمد العماري؟ لماذا بالعربي؟ لماذا سليمان عثمان؟ لماذا هذول كلهم استلموا مناصب والباقيين قتلوا؟ وأين أبناء؟ أنا أريد من الأخوة الجزائريين عبد الملك وأوراس الذي يوجع الرأس، تذكرون لنا أنتم أين أحفاد الشهداء؟ يعني هل في وزير اليوم كان جده شهيدا؟ هل في واحد من أبناء الشهداء الآن يشغل منصب سيادي في البلد؟ يقولون أين أحفادهم؟ أين ولا تم تصفيتهم مع الآباء والأجداد؟ الله أعلم. طيب
شكرا لك يا بتار. ولد العاصمة هداء لو سمحت. نسمع هذا الأخ اللي فوق اللي لم يتكلم بعد، ثم عبد الملك، ثم ولد العاصمة، ثم أوراس. عقد أنا نظمت لكم الدور. والله أنا هادئ للغاية. لا قاطعت اليوم، قاطعتك بزاف يا صاحبي، قاطعت. تفضل يا أخي اللي فوق، ايش اسمها اللي فوق؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أختنا تفضلي. معك أحلام. تفضلي يا أحلام، مرحبا. الله يبارك فيك. شوف أنا من المنطقة الشرقية من مدينة بركان. غادي نبدي المداخلة ديالي بواحد الواقعة اللي كانت وقعت ما بين بوخروبة وجدي والد أمي الله يرحمه. في بركان. في بركان ايوه قولي. لان كان كيكون معاهم جماعه وجده كلها، كانت مع الجد ديالي والوالد وفي دار بالحاج ودار رمضاني وهذا كاملين كانوا مجموعه. ايوه. فجدي الله يرحمه كان عنده مستودع ديال السلاح، هو اللي كان كيعطي السلاح للمقاومين مغاربه وجزائريين. اخر مره جا فيها بوخروبه البركان خداو السلاح، وللعلم السلاح كانوا كيدوه لهم مغاربه، هما اللي كانوا كيدخلوا لهم السلاح، ماشي هما اللي كانوا كيدخلوا السلاح ديالهم. عطاهم السلاح وطلب من جدي انه يسلفوا الفلوس. تقدري تذكري لنا اسم جدك؟ الحاج الطاهر. الحاج الطاهر، عشان اهل بركان عشان تاكدي، لانه قد ياتيك واحد يقول من هو جدك لا يعرفه احد، تكوني مثلا يكذبوك، لكن بما انك ذكرت الاسم اهل بركان اكيد يعرفوا الاسم. ايوه. لا الحاج الطاهر نقول لك حتى الاسم العائلي، الحاج الطاهر العروسي. ونعم. عطاه بوخروبه فلوس. قال له سلفني الفلوس. اعطاه ما يقارب في هذا الوقت ديالنا الحالي 5000 درهم سلف. قال له عادي غير نوصل للجزائر، عادي هذا فلوسك، هادي نصيفطهم لك نجيبهم لك، عادي يجوك فلوسك حتى للدار. ملي مشى بوخروبه شنو دار؟ مشى علم السلطات الفرنسيه عن مكان مستودع السلاح. لا والله العظيم. وجدي راح فيها 2 سنين ونفاوه من مدينه بركان، داوه العين مومن بحكم قضائي. راه عندنا حتى يعني في العائله عندنا حتى الحكم القضائي، يعني استخرجناه من المحكمه وكل شيء. صيفطوه منفى العين مومن، واحد المكان قريب على مدينه الراشديه لمده 2 سنين، وعطاوه خطيه فلوس، يعني خلص واحد الغرامه مده 2 سنين. هو كان حسابه غادي يعطوه اعدام، يعني السلطات الفرنسيه غادي تعطيه اعدام. اسالك بالله، هذه يعني الحكايه حقيقيه؟ لا والله العظيم راه شوف شهاده للامانه. يعني انت من حكاها لك، جدك ولا جدتك؟ جدي شخصيا. جدي شخصيا. يعني انت عاصرتي جدك انت في العمر؟ عاصرته. هو شوف تزاد جدي كان تزاد في 1917 وتوفى في 2017. اوف ما شاء الله. يعني كم تعمر؟ 100 عام. كانت بقات له يمكن شهرين ولا 3 شهور باش يكمل 100 سنه. 100 سنه. توفى بكامل صحته، يعني مول الامانه دا امانته وهو بكامل صحته. طيب اكملي يعني راح بوخروبه اوشى واخبر الناس عن مكان هذا مكان مستودع السلاح. فين كان جدي مخبي السلاح، لان كانوا كيفرقوه على مناطق باش الى شي واحد يعني تشد فيهم ما يتشدوش كاملين. كان شويه في دار بالحاج، شويه في دار الرمضاني، شويه في دار العكاوي، شويه في دار جدي، يعني كان داكشي متفرق. يعني حتى في كما نقولوا في المنطقه الجغرافيه ما كانش كل شيء في بركان. كان في بركان، في الجبال، في الرقاده، في احفر، يعني كانوا يفرقوا المسائل باش ما يديولهمش السلاح كله، يعني ما يتصادرش كله. فانقطعت العلاقه يعني نهائيا. طيب في سؤال، هو رجع الفلوس بوخروبه ولا ما رجع؟ لا ما رجعهمش. ما رجعهمش. ولا سالت يعني مات وهي في ذمته. في ذمته وحق الله العظيم ما نسأل. خلاص يا جماعه بلغوا ابناء بوخروبه يبروا ذمه ابوهم، الدين لا يسقط حتى عن الشهيد، حتى لو فرضنا انه شهيد ما عنده ابناء. ما عندوش اولاد. ايوه هو لم ينجب. جدته، خالته، عيال عمه، اخوته، يعني ولا الجزائريين اوراس ولا مالك يدفعوا للاخت 3000 درهم او 4000 يورو. الله يرحم لكم الوالدين. لانه لا فقط 500 اورو. فقط 500 اورو. هذا تقريبا. تعرف هذا. وعادي نقول لك انا الوالد مرحبا، كيف الحال؟ الله يبارك فيك، الله يسلمك. من اين الاخ؟
مغربي ويلا 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 كيف والله فكرتك تبوني الله يحفظك انت بخير الله يسلمك انا في اللايف الله يبارك فيك الله انت هنا انت من سكان البلاد انا في ساتان وانا في ليفربول اصلا الله يلك اسمي الله يحفظك يا اخي الله يسلمك شكرا لك صور معك صورة طيب دقيقة يا شباب مرحبا الله يحفظك شكرا بارك الله فيك شكرا حمزه الله شكرا لك يا حمزة مع السلامة الله فيك مع السلامة حبيبي يا أختي أحلام ما رأيك أنتم الورثة سامحوا في ال5,000 لا شوف انا والله العظيم شوف شهاده امام الله سبحانه وتعالى نتحاسب عليها. انا سولت جدي قلت له واش تسامح له؟ قال لي ما نسامحلوش لا دنيا ولا اخره. نتلاقاو في هذيك الدار قال لي لانه قال لي سلف ما قاليش عاوني بالمال لان كانوا كيعاونوهم بالفلوس. الله فيعني فرق من اللي واحد هو قال لي هو طلبها مني سلف. قال لي كون كان قال لي الحاج اعطيني الفلوس انا محتاج الفلوس. يعلم الله كم تدين من اخرين ضرب الحاج اسعد النقود هذه لو كون ساعدوا عبد الكريم الخطابي لاخرج اسبانيا والله العظيم. لو ساعدتم عبد الكريم الخطابي رحمه الله ولم تخونوه ولم تاتوا بالحمايه الفرنسيه والله السلاح اللي اديتوه الجزائر كنتوا تدوا انا يعني اوراس اصبر الله يرحم لك والله لو كنتم رجال ما لجأتم للمغرب لحررتم ارضكم لوحدكم. لحظه لكن هذا الرجال يا جماعة أسألكم بالله العظيم شوفوا الأخت والله ما فتحت ميكروفونها وأنتم من أول تأخذ حقها. هي تريد حقائق. أنا أمنتها بالله أني ما تكذب علينا. وأنا قد قالت لكم جدها تعمر 100 سنة. ويكفيك يا أخي أوراس أنه ثبت أنه بخروبة كان عند المغاربة كان عندهم أكلوا شربوا. أنا والله شفت المكان في بركان شفت الدكان اللي كان ينام فيه والمطعم اللي كان يأكل فيه وكانوا يسموها المجدوب وكان متنكر أصلا وكانوا يأكلوه وكانوا يقولوا لي والله العظيم العقاوي هذا قال لي يا أختي أحلام أن النساء في ذلك الزمن كان إذا ذبحين الأضحية ينزلين للثوار الجزائريين يأكلوا وكانوا يتبرعين يعني يا أخي أوراس عيب. هي تتكلمك عن حقائق تاريخية. مسألة أنه تدين ونهب أموال الناس وبعدها مات وهم في ذمته عادي قدوا عند رب العالمين يسامحوه ولا شيء. لكن لا تستطيع أن تنكر أنه عاش عندهم وأكل من خيراتهم. هو غيره من جماعة وجدة. وأنا رحت عند حموشي في الناظور وحكوا لي حكاوي الحموتي عمي محمد الحموتي. أيوة كملي حكاية جدك يا أختي. فقلت لك فاش كان الجزاء ديالو انه مشى بلغ بمكان فين كان عنده المستودع ديال السلاح فين كان عنده السلاح مشى بها ب2 ديال السجن والغرامه والنفي وهذا سجنوا هذا الكلام ايام الحمايه يعني كان الفرنسيين موجودين عندكم. فاش كان محمد الخامس الله يرحمه فاش كان في المنفى. ايوه يعني وقت الحمايه. الا بغيت نبعث لك الصوره ديال الحكم القضائي يعني واحد المستنصح. والله انا اريدك ترسليه قسم بالله ارسليه. والله العظيم انا نرسلو لك. انا غادي نشوف هذا نسق مع المهره ونرسلو لك. ايوه نسقي مع المهره تمام اوكي. الوالد ديالي والدي الله يرحمه اللي توفى قريب كان هو المسؤول عن حمايه بوخروبه في مدينه وجده وكل تنقلاته في المنطقه الشرقيه. ابوكي الوالد ديالي الله يرحمه اللي هو ابن جدك ولا كان جدك من امك؟ لا هما يعني العائله الوالده والوالد من العائله. من نفس العائله يعني من العائله كيجيو بعضياتهم. ولكن الوالد ديالي كان في واحد القسم ديال الامن اللي كان هو المسؤول على الامن ديال بوخروبه ملي كان في وجده والتنقلات ديالو لبركان فاش تنقلت الاذاعه من بركان اللي كانت عنده في وجده اللي كان ساكن فيها. المقربين شوف هما المقربين الاصدقاء ديالو المقربين كان كريم بالقاسم وكان عبد الحفيظ بوصوف.
عبد الحفيظ بوصوف. هادو جوج هما اللي كانوا الاصدقاء المقربين. مشيو ما كانش يخليهم يدخلوا. الوالد واحد المره قال له ضاعف له القفل يعني ضاعف له، قال له ضاعف لي، بغيت زعما